الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعده درد سريع على أغنية منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ناس كتار خاتنا في الحالة في الواتس وفي الفيس، وفيها ألفاظ شركية اسمها جدي جنفة. شوف قال شيخ القبة: أنا جيتك زاير، ثبت قلبي من محل الطائر. شوف شيخ القبة أنا جيتك زاير، ثبت قلبي من محل الطائر. أولا، الدين الإسلامي ما فيه حاجة اسمها قبة. القبة دي حرام، لأن البناء على القبور سواء كان قبة أو عمارة أو أوضة حرام في الشريعة الإسلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص، حرام. ثانيا، الزيارة لشيخ القبة من أجل التبرك بقبره والتمسح بقبره ودعائه والاستغاثة به والاستعانة به، ده من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ثالثا، كونك تطلب من شيخ القبة إنه يثبت قلبك من محل الطائر، ده طلب قضاء حاجة وشيخ القبة ما بيقدر عليه، لأن الذي يثبت القلوب ويصرف القلوب هو الله عز وجل، كما ثبت في صحيح مسلم: كان من دعاء صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فقضاء هذه الحاجات لا يقدر عليها إلا الله، وتثبيت القلوب وتصريف القلوب لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. أما الشيخ فلا يستطيع، بدليل قول الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك. الله عنده الملك. والذين تدعون من دونه، شيخ القبة، شيخ بحراز، البرعي والكباشي والمكاشفي، ميت، طالح، صالح، نبي، ملك، ما يملكون من قطمير. قطمير، تعرف القطمير؟ القطمير القشرة البيضاء حول نواة التمر، لما تاكل لك بلحة بتلقى زي حاجة كده زي الكيس ده القطمير. ربنا سبحانه وتعالى قال ما يملكوا، ما عندهم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، عشان ما تتعب نفسك تعمل شيخ القبة هناك، ما بيسمع، لأنه ميت، لأنه غايب، ما بيسمع. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ما بيسمع. ولو ركبت راسه وقلت يا أخي شيخي ده بيسمع، شيخي ده بيتصرف في الكون، شيخي ده عنده كذا، شيخي شيخي شيخي، ربنا سبحانه وتعالى رد عليك أيضا، قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ما بيستجيب لك، ما يستحق الدعاء لأنه ما بيستجيب. الذي يستجيب هو الذي يستحق الدعاء، وهذا هو الله عز وجل فقط. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالشيخ ما بيستجيب. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فده من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على طاعته وأن يوفقنا لفعل الخير، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.